مسجد سيدي بشر مش عارف فاضية النهارده ليه كده، اجازة. واحلى حاجة ان الحديقة دي شغالة بالطاقة الشمسية. بعد ما اتطورت بقت حاجة جميلة بصراحة. طلتها على البحر دي لوحدها ب1,000,000 جنيه. السفينة المعدية بعيد دي غالبا داخلة مينا اسكندرية، جاية من الشرق، يمكن من قناة السويس ولا حاجة. موقع جميل. زمان طبعا ايام ما اتبنى المسجد اللي ورانا ده، مسجد سيدي بشر، طبعا غني عن التعريف. كانت المنطقة دي كلها كانت رملة، والمسجد ده اتبنى على تبة رملية عالية كده. طبعا اتجدد 50 مرة يعني، معرفش اتجدد كم مرة، بس هو كان المبنى الوحيد اللي كان في المنطقة دي، وكل ده كان عشش. وأقرب عشة من المسجد ده كانت مسافة. كل ده كان عشش وفيلات. أقصى حاجة كان كله خشب طبعا، إلا يعني حاجات تتعدى على الأيادي يعني. لحد قريب احنا حضرناها، عن نفسي أنا حضرت الكلام ده. كان كل ده رملة، وأقصى حاجة كان دورين 3، اللي هو أعلى حاجة كان البيوت الخشب دي أو الشاليهات بتاع زمان دي، اللي كانت من هنا لحد المنتزه. كان كل ده شاليهات خشب وعشش ورملة طبعا. الغالبية العظمى كانت رملة. كل ده كان رملة. الناس بقى زادت، وكل ما تزيد محتاجة تسكن، وخصوصا ان احنا بقى ما شاء الله بنزيد كل سنة. دلوقتي 2.5 مليون بني آدم كل سنة طبعا. يعني عشان تأكل بس الجداد دول عايز تزرع كل سنة 1,000,000 فدان جديدة على الأقل يعني، عشان تأكلهم بس الزيادة بتاعت كل سنة. مش هنتكلموا عن مدارس وصحة ومستشفيات ومواصلات وطرق وتموين ومية وصرف صحي وإسكان. يعني ربنا يكون في عون والله اللي شغالين في المجال ده في الدولة، ربنا يعينهم، لأن الحمل تقيل. الواحد مجرد بس بيفكر الدولة عايزة ايه او الناس محتاجين ايه، قلبه بيتعب. وطبعا الفلوس على قدها، انت عايز تعمل قد اللي بتعمله 100 مرة، لكن مفيش فلوس، فبتضطر تعمل على قد الفلوس. وبتضطر طبعا يعني تستلف جزء عشان تعمل مصانع وتعمل مزارع وبتاع وكلام من ده، عشان برضه تكفي الناس اللي بتزيد كل سنة دي، وفي نفس الوقت تقلل الاستيراد اللي هو تعبك جدا من العملة الصعبة، العملة الأجنبية اللي خانقنا بيها يعني. هي الاقتصاد بتاعنا قوي، بس هو موضوع العملة الأجنبية اللي مش موجودة.
الدولة دي، هي دي المشكلة. بس احنا لو قارنا عن نفسنا، يعني انا كبير في السن، لو قارنا على ايامنا والايام دي، حاجات كتيرة اتغيرت للأحسن، للأحسن فعلا يعني، بالرغم من غلاء الأسعار والناس مطحونة والكلام من ده. وأنا أول واحد مفروم يعني. وأنا يعني مش بتكلم كده وقاعد وأنا مبسوط وحالتي مبسوطة بتاع، أنا مفروم أكتر من كل الناس المفرومين، من كل الناس المفاريم. لكن الوضع دلوقتي انت عندك يعني بتتقدم. احنا عن نفسنا من 30 40 سنة كنا عايزين مثلا مشروع زي مترو اسكندرية ده ما اتعملش ليه؟ لان معروف ما فيش فلوس، اللي جاي على قد الرايح، وبنستلفه كمان عشان نكمله عشان. انما دلوقتي انت بتبني وبتعمل بتبني وبتعمل وبتزرع وبتصنع وبتعمل ده كله، كل ده عشان الشباب اللي جاي. مش هنتكلموا على الإسكان طبعا، الإسكان ده موضوع تاني. كان على أيامنا كان واحد يعمل عمارة ويبني ويبيع كل شقة فيها 50 واحد وياخد الفلوس ويخلع. يعني الحاجات دي الناس بتشوفها، أو الشباب دلوقتي بيشوفوها في الأفلام ولا كلام من ده ويضحكوا. ده كان واقع مرير يعني، كان واقع يعني زفت. كان الناس دلوقتي مش حاسة بالكلام ده، لأن الوضع اتغير. الدولة دخلت دلوقتي وبتبني، مش بتبني كمان شوية، دي بتبني مدن متكاملة فيها كل الخدمات والمواصلات والمية والصرف الصحي والغاز والتليفونات يعني ناقص تدخل لهم الواي فاي كمان. اهم حاجه الواي فاي دي، طبعا احنا في زمن الواي فاي اهم من النيش. المهم، حاجات كتيره اتغيرت والجايه احسن كتير للشباب. كل ده بيتعمل للشباب اللي طبعا كله مفروم دلوقتي، لان ازمه عالميه بقالنا فيها اكتر من 5 سنين متصدره لنا وخنقانه، وربنا يطلعنا منها على خير. وطبعا موضوع غزة ربنا يرفع عن اخواتنا هناك، امين. موضوع غزة وحوالينا من بلاوي كتيرة عمالة تطلع من هنا ومن هنا ومن هنا، كل ده بيأثر علينا. بس برضه الحمد لله احنا ربنا واقف معانا. كان زماننا دلوقتي يعني كان زماننا لاجئين في شوية دول، شوية تايهين في الصحراء هنا وهنا وهنا، ومعسكرات خيام وبتاع، وكان زماننا متبهدلين. لما ربنا يعني سترها علينا، فربنا يكمل علينا ستره وتعدي الفترة دي على خير بإذن الله. السلام عليكم.